من دخلت في عالم وسائل التواصل الاجتماعي أخذت على نفسي عهد إني أفيد الناس وأستفيد من الناس، وأن تكون هذه المنصات ذخر لي يوم أن ألقى الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون فيها بإذن الله عز وجل أي شيء وحاسب عليه يوم القيامة. وكنت أنقل للناس دائما مشاريع الخيرية، المساجد، الآبار، القرى السكنية، كفالة الأيتام، المراكز القرآنية، طباعة المصاحف، وكل مشاريعنا ننقلها وأدعو الناس للتبرع، ولما يتبرعون الناس كذلك ننقل لهم افتتاح وإنجاز هذه المشاريع بفضل الله عز وجل. وكنت أسافر إلى أفريقيا وأمر وأفتتح المشاريع وأشوفها بنفسي، وأنا أحب أتابع مشاريعي بنفسي أول بأول أقف عليها، وما كنت أرد على أي أحد. كان هناك أمور جانبية الناس تنتقد عملك فيها، تشكيكات كذا كذا، ما كنت أرد على أحد. لأن صارت أحداث طوفان الأقصى ونقلت أنا فتاوى كبار العلماء، الشيخ بن عثيمين، الشيخ السعدي، الشيخ الألباني، ومجموعة من المشايخ، بأن المقاطعة نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. ثم طلع أخونا الشيخ الفاضل سالم بن سعد الطويل بمقطع يقول: أنت إيش عرفك بمآلات وفتاوى العلماء؟ تخلك في جمع التبرعات وانت قد فاحت ريحتك، وانت تحب النسب. يقصد النسب الإدارية اللي تقتطعها من الأموال، وانت أصلا مقضي وقتك بأفريقيا يمين يسار من دولة لدولة، فاحت ريحتك. بكل صراحة لما سمعت مثل هذا الكلام استكبرت واستعظمت كيف أن مثل هذا الكلام يصدر من أحد طلاب العلم، أحد المشايخ، أن يتهم شخص بلا بينة. قلت: يا رب، أنا محتسبها لك إن شاء الله، وعرضي يعني فداء لكل مسلم، وأنا من الناس اللي محلل اللي تكلم عني سابقا محلله، واللي يتكلم عني الآن محلله، واللي راح يتكلم عني في المستقبل كذلك أنا محلله. أبو سعد وغير أبو سعد هم في حل إن شاء الله. الشاهد تركت، ما رديت صراحة. قبل تقريبا 4-5 أيام نزلت مقطع للشيخ عبد الرحمن الخالق، وكتبت: حوب إن لهذا الإمام حوبة قد رأيتها في كل من انتقصه، واللي ما أصابته هذه الحوبة الموعد يوم القيامة. رجع أبو سعد ونزل مقطع يرد على هذه التغريدة، وشرق وغرب فيه، وآخر المقطع قال: أنت أصلا بلاع البيزة. بلاع البيزة عندنا بالكويتي يعني البيزة الفلوس المقصود فيها، يعني أنت تبلع الفلوس، يقصد فلوس الصدقات، وأنت فاحت ريحتك، عندك شقق بتركيا باسمك وباسم ربعك، وأنت تدعم منظمات إرهابية، وعندك غسيل أموال. والله يا أحبة، والله وبالله وتالله علي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كنت قد كذبت بحرف. الحمد لله من بدأت في العمل الخيري من 16 سنة إلى يومنا هذا، فضل الله سبحانه وتعالى، لم يدخل جيبي فلسا واحدة من هذه الصدقات، ولم أستفيد استفادة واحدة من هذه الصدقات، وأن ما نقله سالم بن سعد الطويل هو كذب صريح 100%. والله ما نطق بكلمة واحدة صحيحة، وأسأل الله إن كنت كاذب أن يبتليني بأشد الابتلاءات. أعطني الجماعة الإرهابية اللي أنا دعمتها، ما راح تقدر تجيب شيء. أعطني النسب اللي أنا أخذتها، ما راح تجيب شيء. أعطني البيزات اللي أنا بلعتها، ما راح تقدر تجيب شيء. أقسم بالله، أقسم بجلال الله، أن بعض الأخوة يا أهل الخير أني لما أسوي لهم مشاريع إنه يحول مرات بحسابي مبلغ، يقول: أبو عمر هذا خلى لكم، يعني أخذ لك شيء. أقسم بالله أني ما أخذ منه دينار، يعني بالعكس، يا أرجع له يا أطلع أقول له: فلان تبيه ولا بتصدق فيه؟ فيقول لي: تصدق فيه، أتصدق فيه. فلا جماعة إرهابية دعمنا، ولا الحمد لله أموال المسلمين تجرأنا يوم نأخذ منها فلسا واحدا، فلسا واحد الحمد لله. والشقق اللي تتكلم عنها في تركيا كلها بحملات خيرية رسمية مسجلة باسم جمعية خيرية فضل الله سبحانه وتعالى، ويسكن فيها مريضات السرطان وأطفال السرطان، وكذلك مصابين الحروب اللي مبترة رجلينهم ويدينهم، وكذلك عندنا شقق للعوائل المتضررين من الزلزال بحمد الله عز وجل. هذا كل الناس تعرفه، كل الناس تعرفه، ما هو مخشوش. أنا أستغرب كيف يا أبو سعد، كيف يا شيخ سالم تكون لديك هذه الجرأة باتهام الناس والطعن في نياتهم والطعن في أعراضهم،
ثم يقول أنتم تتوقعون اللي قاعد يشتغلون هذيلي بالعمل الخيري تتوقعون شغلهم بلاش؟ لا ما في شيء بلاش، ما في شيء بلاش. أنا استغرب ليش أبو سعد، ليش يا شيخ سالم تتهم الناس بهذه الطريقة؟ عندك بينة قدم، تقول أنا عندي بينة وقالوا لي خل أحد ينكر، لا نفضح بالأدلة. والله لو كان عندك دليل بسيط صغير لنشرته في كل، أنت ما عندك بركات ما شاء الله تبارك الرحمن، ما بقى أحد ما رديت عليه، ما بقى أحد ما تكلمت عليه، ما بقى أحد ما قلت عنه. فلو عندك دليل مباشرة ستخرجه للناس. لكني والله يا شيخ سالم أقسم بجلال الله أشفق عليك مما وقعت به. المنحى هذا ليس لك. الكذب والافتراء والزور والبهتان للناس، أنت دائما تقول أنا يغلطون علي، يتكلمون علي، يفترون علي، يكذبون علي، وأنت هذا الأسلوب أسلوبك. أنت من تتبع هذا الأسلوب، أنت من يتبع هذا الأسلوب، أنت تكذب وتفتري وتتقول على الناس، ثم بعد ذلك تلبس ثوب المظلومية أنهم ظلموني قالوا لي. والله يا شيخ سالم أشهد الله أنك في حل، ولا راح أرد ترى بفيديو آخر، يعني حتى لو رديت على هذا الفيديو فلن أرد عليك. هي صفحة وطويت، والوقت أثمن بكثير من أن يضيع في هذه الترهات. ولولا أني خشيت أن كلامك يقع في نفوس بعض الأخوة المحبين لما رددت. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.